الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مسألة التبرك التي يثيرها خوارج السلفية الوهابية أنها شرك وأنها كفر وأنها هذه أحباب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة عن الصحابة التابعين وتابع التابعين وجمهور السلف والخلف أجمعين، ولم يخالف في مسألة التبرك أحد إلا قرن الشيطان. هؤلاء السلفية الوهابية أو دعاة السلفية الذين المارقين من الدين بنص السنة النبوية. أنا سأبدأ بحديث في صحيح مسلم، ثم بعد ذلك سأتطرق لعدة أدلة حتى يفهم أصلا إيش معنى البركة. في صحيح مسلم عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا قبة طيالسة كسروانية لها لبن ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند السيدة عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها أي أخذتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي به. نغسلها للمرضى نستشفي به. يقول الإمام الحافظ النووي معقبا في شرحه على هذا الحديث: وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم. دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم، بآثار الصالحين. فإيش التبرك؟ التبرك وأن تتبرك بكل شيء لبسه الصالحين أو الأنبياء والأولياء، آثار الأنبياء والأولياء، شيء حوى الأنبياء والأولياء مثل الأضرحة، كل هذه تبرك. يعني لو أعطيت لك أنا مثلا هناك بيت يتداوله أهل اللغة، يعني علماء اللغة: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفني حبا، ولكن حب من سكن الديار. فالرجل يذهب يقبل الجدار البيت ليس حبا في البيت، وإنما حبا في من سكن البيت. فإذا سكن قلبك لحب رسول الله ولأولياء الله الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شوق يعطيك، يعني يجعلك تريد التبرك بهؤلاء الصالحين. إذن البركة هي ليست سوى الحصول على السر الذي وضعه الله في هذا الأمر الذي عظمه سبحانه وتعالى. أن تتعرض لحصول هذا السر، هذا هو كل ما في الأمر. الله تبارك وتعالى جعل في الأولياء أسرار، في الأنبياء أسرار، في كل ما يتعلق بالأنبياء والأولياء أسرار بركة، كما حصل أنهم كانوا يستشفون بالماء الذي يغسل فيه قميص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اسمع معي الآن في صحيح البخاري إلى سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال: أتدرون ما هذا؟ إلى أن قال في الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم تحصل على هذه البردة. فهناك رجل من الصحابة قال له: يا رسول الله اعطني إياها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، فقال: اعطنيها يا رسول الله، بعد ما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يعني عنفوه، قالوا: وما تستحي تأخذها من النبي والنبي فرح بها؟ فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن بها. في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ العيني قال: وقد روينا عن الإمام أحمد بن حنبل أنه غسل قميصا للإمام الشافعي وشرب الماء الذي غسله به. شرب الماء الذي غسل به قميص الإمام الشافعي. شوف البركة، حصول بركة، لأن هذا القميص لبسه إمام عظيم، لبسه إمام فيه بركة، هذا الإمام فيه بركة، فيه سر وضعه الله فيه. وهكذا الأولياء والصالحين. تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الكعبة. الإمام الحافظ بن عساكر يذكر على أنه يقول أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يضع يده اليمنى على القبر الشريف تبركا. بلال رضي الله تعالى عنه وضع خديه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا. هذا الإمام الحافظ بن عساكر. إيش هذا الشيء بعد هذا؟ يعني الصحابة
الصحابة كانوا يتبادرون إلى الوضوء الذي ينزل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتوضأ يتساقط، فكانوا يتبادرون إلى أن يلتقطوا هذا الماء الذي ينزل من يد النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجهه يتبركون به يتمسحون به. هذا البركة. فالذي يعني لا يتبرك بالصالحين محروم من هذا السر الذي وضعه الله تبارك وتعالى. أما نحن بحمد الله نجد هذا السر ووجدناه بفضل الله تبارك وتعالى. لكن الذي يقول شرك هذا دخل في الكفر.